إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم. مساء الخير. مساء النور، تحية ليك رضا والكل مستمعينا تقريبا في الجمهورية الكل. يعيشك، تحية ليك. طبعا سعداء جدا باستضافتك بالاستضافة هذه طبعا في ملتقى الإذاعات. حبيت نقول لك مبروك هذا التتويج، وأكيد أنه تتويج يتجاوز رياض طبعا ويشمل العائلة الموسعة لإذاعة قفصة. أكيد هو يشمل إذاعة قفصة، يشمل العالميين في جهة قفصة والقطاع العمومي بصفة عامة في الحقيقة. دخلنا في صميم الموضوع وما حكيناش على هذا التتويج، وربما رياض كانش انتظر في تتويج حصة نجوم اللي كانت من أبرز الفضاءات اللي تم تقديمها بإذاعة قفصة خلال شبكة رمضان 2017. خلينا نوضح فقط بالنسبة للمسابقة هذه والاستفتاء نظم موقع تونيزيان ميديا الإعلام التونسي، إخذاء التام نتاع البرامج الإذاعية اللي تتبث في مختلف وسائل الإعلام الخاصة ولا العمومية. التام نتاعها نوعية البرامج اللي تعنى بكواليس الدراما والسيت كومات واستضافة الفنانين، هذا التام اللي يربط ما بين البرامج الكل. وخذوه زاد حتى استفتاء الأفضل البرامج في البرامج ولا المسلسلات ولا السيت كومات ولا الكاميرا خفية، من بينها هالاستفتاء ذي اللي يخص البرامج الإذاعية. تتويج جديد كيف ما ذكرت، موش أول تتويج طبعا لرياض دبوبي. شو يمثل ربما هذه الجائزة الجديدة؟ هي في المرتبة الثانية الحقيقة على المستوى الوطني، مهم برشا، مهم برشا زاد للقطاع العمومي. ونعرفوا احنا الخط التحريري لوسيلة إعلامية جهوية مهم على الاخر، معناتها في نوعيه الاستضافات من بينهم كان نجم نذكروهم رضا اللي التزموا كانوا حاضرين معنا، المطرب العربي الكبير لطفي بوشناق، لطفي العبدلي كان حاضر معنا، الفنان الجزائري المعروف بشكل كبير برشا فيصل الصغير، زاد كيف الفنان السوري علي حسين، وجيه الجندوبي، حنان الشقراني، وحيد الدريدي، أسماء في الحقيقة عندها وزنها وكانت ملتزمة في هالفضاء هذه. تتويج لفضاء نجوم، لكن فضاء نجوم ماهوش حاضر في شبكة صيف 2017. موجود هو البرنامج رجع مزيان متواصل متواصل كل نهار خميس. حبيت نعمل لك مراوغة. البرنامج متواصل مع زميلي نصر الدين جلول، سلمت له المشعل في الحقيقة، وإن شاء الله هو برنامج إذاعة قفصة، معناتها كل واحد والخصوصية نتاعه معناتها في تقديم البرنامج. مرة أخرى نقول لك مبروك، وكما ذكرت أنت يعني تتويج في الحقيقة يتجاوز رياض ويتجاوز طبعا ربما كل من ساهم في هذا العمل باش يشمل العائلة الموسعة، لكن حبيت أنت تهدي هذا التتويج لزوز أشخاص. في الحقيقة زوز أشخاص مهمين برشا اللي فقدناهم في الفترة الأخرانية، زميلنا وخونا وابن إذاعة قفصة رضا العثماني، ألف رحمة ونور عليه، يا ربي يرحمه إن شاء الله. كيف مستمعة من بدايات إذاعة قفصة في الحقيقة، حتى قبل ما نجي وبرشا عندهم معاه ذكريات الزملاء، هنية رقاعة الاسم هذا كيف تكلمنا، مستمعة كفيفة لكن تشوف بقلبها وتشوف بروحها وبرشا حاجات. زاد كيف نهديها الحرية اللي نطالبوا بها الكل، الكشف حقيقة سفيان الشرابي ونذير القطاري، إن شاء الله تكشف ونعرف تو برشا مستمعين. هذا هو تتويج، والناس اللي حبت ولا اللي حطت ثقتها في شخصي وإذاعة قفصة ككل. سلطة الجهوية ممثل في والي الجهة الأستاذ منظر العريبي كذلك كان يعني حريص على تكريمك بعد هذا التتويج. والله هو شوف فاجئوني معناتها في الحقيقة ليلة التكريم كلموني مكتب الإعلام في مقر ولاية قفصة، قالوا لي راهو السيد والي الجهة باش يكرمك من بين المتوجين في الجهة واللي طلعوا اسم الجهة. شوف هي كمسؤول الجهوي في البلاد وما خلاش انه التكريم هذايا ولا التتويج في الحقيقه اللي يمس القطاع ككل يمر مرور الكرام. شكرني في شخصي وقدم تحيه للزملاء الصحفيين والاعلاميين والمنشطين والتقنيين والاداريين باذاعه قفصه، واكد انه يتابع في المجهود نتاعهم، وهذا احنا يزيدنا في الحقيقه حافز. نعرفوا ان السلطه في جهه ولا الاعلام
مستقل زاد في ثنية أخرى، لكن يلتقوا في هالبلاد هذه خلينا نقدموا بها ونشوفوا المستقبل نتاع الجهة. نعم، شكرا لك رياض، مزيد من النجاحات إن شاء الله، مزيد كذلك من التتويجات، وإن شاء الله نشوفوك يعني في السنوات القادمة متحصل على جائزة في حجم ما تقدمه من مجهود ومن عمل كبير في المجال الإذاعي. شكرا لك رضا، وتحية لمستمعي إذاعة قفصة الكل، مستمعي إذاعة قفصة، مستمعي إذاعة تطاوين، تحية لمستمعي إذاعة الكاف ومستمعي إذاعة بانوراما، الناس الكل تحية كبيرة برشا لكم من القلب.